الذهب الأبيض كنز الجزائر القادم. إنه الليثيوم الذي سيحولها إلى عملاق صناعي وتكنولوجي كبير في إفريقيا. جنوب الجزائر شاهد على اكتشاف ثروة من الليثيوم بالتعاون مع شركاء صينيين، مما سيفتح مستقبلاً اقتصادياً جديداً إذا نجحت الجزائر في تحويلنا الاحتياطي إلى إنتاج حقيقي عالمياً. يستهلك السوق أكثر من 500 ألف طن من الليثيوم سنوياً، ومع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة يتوقع أن يقفز هذا الطلب إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030، خاصة لأهميته في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، حيث بدأت شركات تصنيع البطاريات في الصين مفاوضات مباشرة مع الجزائر للحصول على عقود طويلة الأمد بأسعار تفضلية. لكن الجزائر أعلنت نيتها عدم تصدير الليثيوم الخام، وستعمل على بناء مصانع محلية للبطاريات والتكرير بالتعاون مع مستثمرين أجانب. شركة مثل BYD الصينية للسيارات الكهربائية بدأت إعادة دراسة خططها في إفريقيا، مما سيفتح الباب أمام الاستثمارات في النقل الكهربائي والبنية التحتية للطاقة النظيفة في الجزائر والمنطقة، وهو ما سيجعل الجزائر مركزاً لصناعة البطاريات في أفريقيا، وتقلل اعتماد أوروبا على الصين في الليثيوم.